بيبدأ مسلسلنا بالبطلة وهي في عصر لوتشو اللي رجعت عليه فجأة ده، والجنود مدخلينها قدام الملك، والوزراء بيقولوا للملك اقتلها اقتلها. فالملك بيقول البنت دي قدمت لي طبق أكل غريب جدا امبارح، وبيروح ساحب السيف بتاعه وبيروح قايل وعشان كده هتتعين كبير الطهى في المطبخ الملكي. فكلهم بيستغربوا، وبيكمل كلامه لو قدمتي طبق ما عجبنيش أو كررتي الطبق مرتين هقتلك. ودي بتقول انا كده كده ميتة، وبنعرف انها جت من 2025. ازاي بقى؟ هقول لكم. هي كانت في مسابقة طبخ عالمية في فرنسا، وبتتأهل للمرحلة النهائية وبتكسب في الآخر. تاني يوم وهي راجعة أبوها بيقول لها تجيب له كتاب تاريخي من عصر جوسن وهي جاية، وبتركب الطيارة بس اللي جنبها بيطلق عليها الشاي، وبتلاقي الكتاب اتبهدل. فبتدخل الحمام عشان تنضفه، وبتلاقي صفحة مقطوعة وبتقرا مقدمة الكتاب، واللي فجأة بتلاقي الكتاب نور وسحبها جواه، وبتقع في فخ في الغابة وبتتشعلق في شجرة. وبيبقى الملك ورجالته في نفس الغابة في رحلة صيد، وبيبقى في القصر في طقوس فداء بس هو مش عايز يحضرها. فالمساعد بتاعه بيقوله إنه خايف إن طيف أو شبح امرأة يظهر بسبب إنه محضرش الطقوس، فبيقوله ما يقلقش. ودي بتفوق مش فاهمة ايه اللي جابها في الشبكة دي، وبتلاقي سهم معدي من قدام عينيها وسهم تاني بيقطع الشبكة، فبتقوم واقعة في الأرض. وبتلاقي الملك داخل عليها على حصان، فبتقوله أنا شخص أنت مش شايفني، والتاني بيروح ضارب عليها الأسهم وهي بتجري منه وبتقف عند حافة الجبل، وبتفكره ممثل وده بيفتكرها طيف، وبيروح مطلع سهم عشان يضربه عليها، وهي بتطلع الصاعق وهو ما بيبقاش فاهم أغلب كلامها ولا هدومها الغريبة دي ليه أصلا. وبيروح ضارب السهم فبيجي على شنطتها فبتطير منها، وبيجي يضرب عليها بقى مش بيلاقي أسهم تاني، فبيروح نازل لها بقى بالسيف. وقبل ما يقتلها واحد ملثم بيضرب عليه سهم فبياخدها وبيروحوا واقعين في المية، وهي بتحاول توقف النزيف بالفازلين وبتفتش في جيوبه عشان تتصل بالطوارئ. فبيفوق وبيطلع لها بقى سكينة وبيقول لها انتي اللي كنتي عايزة تقتليني، ودي تقول له انا اللي انقذتك. يقول لها اكيد مش عايزاني اموت دلوقتي، وبيبقى هيقتلها وبيقعدوا يتخانقوا على السكينة، وبتروح ربطه في الاخر وجرة وراها. هقول لكم على حاجة، المحظية الرابعة اللي الملك بيحبها بتطلع اصلا خاينة، وعمه انقذها زمان من الموت، وهي حاليا بتنقله كل اخبار الملك. نرجع للملك واللي بيكلم بطلتنا باسلوب الامر، فبتقول له فوق انت مفكر نفسك ملك ولا حاجة؟ فبيقول لها ما انا اصلا الملك. فبتبص له باستهزاء وبتجر وراها، فبيقول لها انتي مش من النوع المفضل اصلا، بس لما نرجع الاصل هديكي معروف ملك. فبتروح ضربها على راسه فبيتعفرت وهي بتجر برضه لحد ما بيلاقوا بيت، وهي بتشوف في حد ولا لا. فبيقول لها دي منطقة الصيد بتاعتي مفيش حد فيها. فبتقول له افتكرت يونيجون، وبتبقى قصدها عليه، وبتقول له انه طاغية بيقتل الناس وبياخد البنات بغرض الانتقام، بس انا مش شايفة غير انه بتاع بنات، ودي حجة بس مش اكتر. وبتقوم تغير هدومها وبتدور على اكل، بس بتدخل البيت بتلاقي واحدة ماسكالها المقش وبتقول لها امشي يا حرامية. فبتسألها احنا في انهي مدينة، فبتستغرب من سؤالها وبتقول لها احنا في غابة غامبيا. فبتتعفرت وبتقول لها ده موقع تصوير مش كده. فالبنت بتخاف منها، فبتسألها احنا سنة كام، فبتقول لها سنة السعدان الأزرق. فبتقع على الأرض من الصدمة بس معدتها بتعمل صوت، فالتانية بتاخدها وبيروحوا يعملوا أكل، وبتعمل رز وبتحط عليه معجون فلفل حراق اللي كان معاها في الطيارة، وبيطلعوا الأكل وهي بتاكل منه عادي. ولما بتدوقه للملك عيونه بتطلع نار، فبيفتكر إنها عايزة تقتله، والتانية كمان بتقعد تصوت. بس بعد ما بيستطعموا الأكل بيقولوا إنه بعد الولعة اللي في الأول طعمه حلو جدا، وهو بياكل وبيفتكر أكل مامته وبيقعد يعيط. وبعد ما بيخلصوا تاخدها عشان تغسل شعرها، والحارس الشخصي بتاع الملك بيجي ياخده وبيولع في المكان، وبتطلع غير غيوم عايشة هنا بس عشان تتجنب الانتقام. فبتقول لها بس ده كان في عصر جوسيون. فبتضحك وبتقول لها طب ما احنا في جوسيون الحراس بتوع الانتقاء بيعدوا بالبنات فهم بيستخبوا بينهم بس بيتقفشوا وبيحطوهم كلهم في السجن. ودي بتدرك انها في جوسيون من الناس اللي حواليها ولبسهم، فبتتجنن اكتر. المهم انهم بينقوا منهم الحلوين والصغيرين في السن، والتانيين بقى بياخدوهم عشان يطبخوا.
وبتبقى هي منهم عشان هي كبيرة عندها 27 سنة ولسه ما اتجوزتش. وبيروحوا بقى عشان يطبخوا، وهي بتقول للسيد اللي هناك لو الأكل عجب الضيوف تسيبونا كلنا نمشي، فبيوافق. وبيطبخوا كلهم اللي هي بتقول لهم عليه عشان يمشوا، وبيقدموا الأكل للضيوف، واللي بيبقى رئيس مستشارين الملك وأبوه، واللي ما بيعجبهمش أي أكل من غير حتى ما يمد إيديهم فيه. فطبعا لما بيقدموا الأكل بيتريقوا على الكمية ومش بيمدوا ايديهم فيه، وبيزعقوا مع الحاكم هونج، فبيجيب لهم بطلتنا يعملوا فيها اللي هم عايزينه لانها هي اللي طبخة. وهي بتحاول تقنعه الاول يدوق اصلا، فبيقول للحاكم لو دقته وما عجبنيش هاخد حفيدتك للانتقام كتعويض عن اللي عملته، وهيقتل الطاهية يون. وبيدوق الاكل وطبعا بيعجبه جدا، بس بيقول لهم وحش، خلاص كده انت خسرت فرصتك. فبياخدوا الطاهية يون عشان يقطعوا ايديها، بس بيجي مرة واحدة الملك بيقول لهم وقفوا، أنا هدوق بنفسي. فهي بتشك في صوته، وبيطلع هو الملك اللي مبهدلة معاها من الصبح ده، فبتقول أنا ميتة ميتة. وبيروح يدوق الأكل، وهي بتفتكر إنه ذواقة كبير، فهو بيعجبه الأكل جدا، وبيسألها اتعلمت الطبخ فين؟ دي شغلانة رجالة، وبعدين انتي ساكنة فين؟ فبتقوله جاية من المستقبل. فبيفتكر إنها مجنونة، وبيقول لها موهبتك أنقذتك النهاردة، وبيقول لك بيه المستشارين يسجنها النهاردة عشان هياخدها معاه القصر بكرة وهو راجع. وبيخرجوا كلهم من الأوضة، والحاكم هونج بيقوله إنه بيستهتر بأرواح شعبه ومش ملك حكيم، فالملك بيرفع عليه السيف عشان يقتله، بس بيقرر إنه هينفيه عشان هو شارك في قتل أمه زمان. غيوم الوحيدة اللي بتصدق إن الطاهية يوم جاية من المستقبل بسبب الأكل اللي بتعمله معجون الفلفل اللي كان معاه. وبيجي ابن الحاكم هونج زي ما وعدها يطلعهم من السجن، وطبعا الخبر بيوصل للملك، وهما بيروحوا على الغابة عشان يدوروا على الكتاب. وبتبقى غيوم نفسها تبقى وظيفة في المطبخ الملكي، وبتقول لها أنا أول ما ألاقي الكتاب هاخدك معايا على المستقبل. فبتوافق، وهي بتدور على الكتاب الملك بيجي، فبتقوله أنا بدور على الشنطة بتاعتي، فبيجيب لها الشنطة وبيقول لها هي دي، فبتقوله اه، فبيروح راميها من على الجرة وبياخدها وهي غيوم على القصر. وطبعا المحظية الرابعة بتستقبله، فبيعرفها عليها، ودي بتتعبرت منها. وطبعا الطاهية يون بتفتكر انها هي اللي ممشية الملك وانها مصدر الشر كله، فبتخاف منها وبتسأل الملك احنا رايحين فين، فبيقول لها انا مجهز لك مكان خاص ليكي. وبيطلع المكان ده سجن جوه القصر. طبعا المحظية كانج ما بتسكتش لانها حاسة ان الملك مهتم بيها، فبتبعت حد يدور وراها. نروح بقى للمطبخ الملكي، واللي بيتكلموا فيه إن رئيس الطهى مات ومش عارفين مين اللي هياخد مكانه، الطاهي أم اللي بتدعمه الملكة الأرملة ولا الطاهي مينج اللي بتدعمه المحظية كانج. كبير المستشارين بيطلع بيدعم المحظية كانج، وبتسأله عن الطاهية يون، فبيقول لها ده كان قرار الملك، المهم إنه بيتخنق من معاملتها ليه. وبيقول لأبوه إيه رأيك نغير ورقنا للضيف، لأنه شايف إن الملك مهتم بيها. فبابا بيبقى ملقلق كده شوية. بالليل بيجي واحد حاطط ماسك مهرج وبيخرجهم من السجن، وبيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيوصلوا لحفلة وألعاب نارية في السماء، والناس كلها لابسة ماسكات، وواحد بيرفع الماسك بتاعه وبيطلع الملك، وبيطلع إن هو اللي بعد هون غيل صاحبه المهرج عشان يعمل الفقرة دي ويتسلى، وبيديله فلوس هو والفرقة بتاعته. وبيطلع سايبله ورقة عشان يدور على اللي ضرب عليه سهم في الغابة من غير ما حد يعرف. والملك بيقول له بتهربوا من السجن، فبتقوله ده ايه الفقرة دي بقى وانت خوفتنا، وبتتكلم معاه بأسلوب مش حلو. فبياخدوا غيل يعذبوها، فبتتأسف له وبتقوله مش هنهرب تاني، فبيسيبها وبيقول لها انها هتبقى مسؤولة عن اكله. فبتقوله تمام بس انا عندي شرط، عايزة غيل هي اللي تساعدني. فبيوافق، فبياخدوهم على المطبخ الملكي، واللي الطباخين هناك اصلا مش طايقينها، ازاي ست يعني هتطبخ في المطبخ الملكي للعائلة الملكية. والمهدية كانج بتتعفرت لما بتعرف انه خلاها تطبخ. المهم بتعمل الاكل وبيلبسوها هدوم نظيفة وبيدخلوه للملك، فبيعجبوا الاكل جدا وبيفكروا باكل مامته وهو صغير. والمهدية كانج بتبقى عايزة تدخل، بس الملك بيقول لها تعالي في وقت تاني، فبتتعفرت زيادة لانه اول مرة يقول لها كده في اي وقت. كبير المستشارين بيصطادوا الطاهية يوم وهي خارجة،
وبيقول لها إنه عايز يعرف أي حاجة الملك هيقولها قدامها، وفي نفس الوقت هو هيحميها من المعزية كانج اللي عايزة تقتلها أصلا. فبتقوله موافقة بس بشرط تلاقي الشنطة بتاعتي. فبيوافق وبتيجي تعمل وجبة الملك. بتلاقيهم حاطين لها تعبان في الرز، جايبين لها صراصير وطلقينها في المطبخ، وما استريحوش طول اليوم. بقى السجن عندهم أرحم. تاني يوم الملك بيجيله التماسات كتير من الوزراء إنه يعدم الطاهية يوم. فبيدخلوها الحراس وهي مربوطة. فبيقول إنها قدمت له طبق أربكت بيه حواسه، وعشان كده هيعينها كبير طواقي المطبخ الملك. فكلهم بيتعفرطوا. والمحذية كانج بتروح تقول للملكة الأرملة إن الملك اتصاب بسهم يوم ما لقاها، فبتقلق عليه. فبتقول لها انت لازم تختبري مهاراتها في الطبخ عشان لو كده تطرديها. طبعا بيجيبوا لهم أوضة هي وغلغيوم، وبيبقوا فرحانين جدا بيها، وبيجيبوا لهم لبس جديد. تاني يوم رايحة المطبخ ودول اتفقوا عليها، وخبوا المكونات الغالية والصلصات، وبوظوا السكاكين. فبتدخل هي وبتتعرف عليهم، وبتقول لهم اعملوا اللي انتوا متعودين عليه، وانتوا اللي هتبقوا مسؤولين عليه قدام الملك. انا بس هراقبكم حاليا، انا قايله للملك كده. فبيتعفرطوا كلهم وبيطلعوا الاكل بسرعه اللي هم خبوه، وبيبداوا يعملوا الاكل. الملكه الارمله بتستدعي الطاهيه يون، وبتقول لها هنعمل مسابقه بينك وبين الطاهيين الكبار التانيين، ولو خسرتي هنقطع دراعك. وطبعا دي فكره الحربايه. كبير المستشارين بيقول للملك على اللي حصل، والملك بيحضر المسابقة وبيقول إن اللي هيخسر من الطاهيين التانيين برضه هيتقطع دراعه. لازم تبقى المسابقة ممتعة. وبتبدأ المسابقة اللي هيتقطع فيها دراع الخسران. والملكة الأرملة بتعلن إن موضوع المسابقة هو بر الوالدين، وبتقول لهم على المكونات اللي هيستخدموها، وكل واحد بيفكر هو هيطبخ ايه، وبيطيروا كلهم عشان المكونات. ويعني هي ما بتلحقش، فبتاخد اللي بيتفضل منهم، ده لو اتفضل يعني، ومنهم مكون كانوا خلصوه. فبتقابل الخسيون واللي بيجيب لها المكون الناقص، وبيقول لها ان الملكة الأرملة من اول ما جت القصر وهي مش بتاكل كويس، ومفتقدة الاكل اللي امها كانت عملته لها قبل ما تيجي القصر، ومحدش لحد دلوقتي عمل لها نفس الاكل بنفس الطعم. المهم بيرجع كل واحد يطبخ اللي معاه، واحد هيعمل سمك والتاني هيعمل فراخ فباينين، لكن هي كانت جايبة سبانخ وهم ما كانوش في الوقت ده لسه بياكلوها. فبتفكر في أكل أم الملكة الأرملة، وبتغير الأكلة خالص، وبتخلي غلغيوم تجيب لها مكون تاني بما إن حاسة الشم بتاعتها فظيعة. وفعلا بتروح تجيبه، بس مساعدة المحظية كانج بتروح وراها وبتبقى هتقتلها لولا المهرج بينقذها منها. وبترجع بسرعة بالمكون، وهما بيشوفوها وهي بتطبخ وبيبقوا قلقانين إنهم ياكلوا من أكلها وشايفين إنها بتعك. فالملك ما بيعجبوش الكلام وبيزعق مع الملكة الأرملة لأنها أصلا هي اللي عملت المسابقة. المهم بيخلص كل واحد طبقه في الوقت المحدد، وبيجي بقى وقت التقييم. فبيقدم كل واحد الطبق بتاعه وبيشرح ده بيمثل بر الوالدين ازاي. وطبعا الملك بيطلع غلطة في كل طبق، وبيجي بقى طبقها واللي مش بتبقى عاملة غير شوربة. فبيبصولها كده اللي هو ايه ده يا حبيبتي، بس أول ما بيدوقوه بيعجبهم جدا، وبالذات الملكة الأرملة لأنه نفس اللي أمها عملتهولها زمان. وبتخلص على الطبق كله. بعد ما بيخلصوا بيعلنوا الفائز، وطبعا هي الطاهية يوم. والملك بيقول إنها رئيسة طهاة المطبخ الملكي، وبيكمل ودلوقتي جه وقت العقاب، إنهم يقطعوا دراع الطباخين التانيين. ودي بتقوله استنى، انت كده هتبوظ المنافسة، لما تقطع ايد طاهي كأنك قتلته بالظبط. طب يهديك يرضيك مفيش، لحد ما الملكة الأرملة بتتدخل وبتقوله انت ممكن تعاقبهم انهم يفضلوا يتعلموا من الطاهية يوم في المطبخ الملكي. وبعد محايلات من كل اللي حواليه بيوافق. بيرجعوا بقى مع الملكة الأرملة الأوضة، وبيبقوا خايفين لا يكون الملك عرف حاجة عن موت أمه لأنها ماتت مقتولة مش من المرض زي ما قالوا. والطاهية يوم بترجع المطبخ وبتقعد تتباهى انها انقذتهم ان ايديهم تتقطع، وهما بيشكروها. الملك بيروح للمحذية كانج عشان هي اللي عملت المسابقة وهي اللي طلعت الإشاعات على الطاهية يوم. فبتقوله واضح انك نسيت انك كنت عايز تنتقم من اللي قتل امك، فقلت افكرك. وده بيجيله نوبة ومش بيبقى عايزها تقرب منه خالص. كبير المستشارين بيروح للطاهية يون وبيجيب لها هدية، وبيقول لها خلي بالك من الملك
وردي، ودي بتقوله إن مفيش حاجة بينهم، وبتروح تحضر العشاء، وبتعرف إن الملك جاتله نوبة غضب، ودي لما بتجيله بيقلب الأكل كله، وبيفكر إن في حد سممله الأكل، وبيسمع أصوات مش موجودة، وكلهم بيبقوا مرعوبين يقربوا منه، والوحيدة اللي بتقدر تهديه هي المحظية كانك. فالطاغية يوم بتعمله أكل يهديه وبتروحله، فبيتعصب على الكل بس بيخليها هي، وبيهدى وبياكلوا مع بعض وبيعجبوا الأكل جدا، وبيقعدوا يتكلموا، وهي بتقوله إنها جاية من المستقبل، يمكن لو كان معايا الكتاب كنت صدقتني. بعد ما بتمشي بيكتب مذكراته، وبيرسم فيها الأكل اللي هي بتعملهوله، وبيسمي المذكرات مانجرو على اسم الكتاب. فبيختفي الكتاب من شنطتها، وبيجيله خبر إن الكاتب اللي كان بعته عشان يعرف حقيقة اللي حصل مع أمه في ناس قتلته، فبيتضايق وبيقعد يفكر مين اللي ممكن يبقى متورط في قتلها، وبيطلب شراب عايز يسكر النهاردة، وبيروحوا يصحوا الطاغية يون تعمل له وجبة خفيفة، ودي ما بتبقاش طايقاه، وبتقدم الوجبة، وده بيروح واقع ما هو مش في وعيه بقى، وبيروح شاددها جنبه، فبتيجي تقوم بيقول لها خليكي بس شوية، وبيروح بايسها. تاني يوم بييجوا المطبخ، وهي بتبقى سهرانة من امبارح أصلا ما نامتش، بتبقى قاعدة بتفتت في السمك ومتضايقة من اللي حصل. بتروح بقى تقدم الفطار للملك، وبتبقى مش طايقاه وبتكلمه بعنف، فبيطلع الخدم كلهم بره، وبيسألها ايه اللي حصل امبارح لأنه مش فاكر حاجة. فبتقوله خليني أوضح لك حاجة، بس انت مش نوعي المفضل. فبيقول لها إنه أصلا مش بيشوفها امرأة، وبتمشي، وبيدخل كبير الخصيان واللي بيقوله على اللي عمله، وده بيفتكر اللي حصل، وبيبقى مش عارف يعمل ايه عشان يهديها. وبيخلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب، واشوفكم في ملخص تاني. سلام.